دي اخر وصفات النت. ايه اللي في الصينيه ده يا موني داخله علينا كده ليه؟ بصوا بقى، انا جبت حته وصفه من على النت، هي مش وصفه جديده بس ايه التسويه هي اللي بطريقه جديده. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا نزلت السوق وجبت شويه خضار حلوين وكرنبايه قمر كده زيكم كده وحلوه. تمام. في بنات كتير بتسالني على الخاص على طريقه الحشوه بتاعتي، انا هوريك الحشوه بتاعتي. هنا الاختلاف في التسويه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا السمنه والزيت، نزلت بالبصل 3 4 بصلات كبار كده. المحشي والكرنب بالذات بيحبوا البصل. شوحتهم. هنحط بقى عليهم شويه زيت كمان كده لما تلاقي الزيت قليل. المحشي بيحب الزيت كده ويبقى طعمه حلو. ملح وفلفل وكمون وكزبره وتوابل المحشي. قلبتهم مع بعض. الدنيا التوابل طلع ريحتها، ورحت نازله بقى بورقتين راوري وشويه بابريكا وشويه نعناع وفصين حبهان. قلبت كل الكلام ده لحد ما البصله دخلت ايه في لون بسيط قوي اصفر، ما تحمرهاش قوي عشان ما يبقاش حامي المحشي. انا المحشي بتاعي بعمله بالطريقه دي بيبقى مسكر. نزلت بمعلقتين صلصه دوبتهم الاول كده في السمنه قبل ما انزل بالطماطم. تمام. انا بحب ازود الخلطه وممكن بعديها بيوم او يومين اعمل صنف تاني من المحشي. فهمتي قصدي؟ هتطلع بقى نص معلقه سكر وسبتهم على النار غلي وحطيتها على العين الاصغر. هنا بقى بقطع الكرنبايه زي ما انت شايفه كده قدامك. لازم تقوريها كده بالراحه وتطلعيها الراس بالراحه جامد بالسكينه كده. تمام. زي ما انت شايفه كده قدامك بقى. وابتديت افكها واحده واحده. حطيت حله كبيره فيها ملح وكمون. لو الحله مش يعني دي اكبر حله عندي فمش جايبه الكرنبايه، فانا بلفها كده زي ما انت شايفه كده قدامك. انا بكلم البنات عشان محدش يقول لي هو محدش بيعرف يسلق كرنب، لا انا بكلم البنات اللي بيكلموني على الخاص ويقولوا لي على خلطه المحشي ولو الحله كبيره كده، يعني التفاصيل بتاعه الكرنب. زي ما انت شايفه قدامك بقى كده. بقيت اخرج الورق بالراحه عشان ما يتقطعش مني. ونزلت كده ايه في الميه حبه حبه وبعد كده اشيله وبحطه في ميه بارده وبصفيه. انا بحب اشطفه بميه بارده واصفيه كده، احطه على المصفى يتصفى. وبعد كده برده هقطعه قدامهم عشان يشوفوه. انت بقى مستعجله عدي الحته بتاعت الفيديو دي وهتشوفي التسويه في الاخر. وما تنسيش لايك وشير وكومنتات حلوه. والناس اللي بتسال على لفه ورق العنب ان شاء الله هنزلها لكم برده. تمام. زي ما انت شايفه بقى قدامك. اهم حاجه في الصلصه لازم توصل معاكي للدرجه دي، تقلها وما يبقاش فيها ميه خالص. الزيت بتاعها طلع منها خالص كده. انت كده وصلتي للصلصه ممتازه. الرز مغسول ومتصفي وسبته متصفي خالص. انزلي عليه وقلبيه تقليبه. احنا محيقينها كويس قوي. والرز متصفي من الميه اوعي يكون الرز فيه ميه. تمام. قلبتها تقلبتين كده كويس قوي لحد ما الرز كله اتقلب مع الصلصه. هغطي 4 دقايق بالظبط، مش 5، 4 دقايق واطفي عليها وسيبيها تهدى خالص. انا بقى قطعت هنا رصيت الورق الكرنب قطعته بسرعه. في اللحظه دي انت ممكن تخزنيه بس تطلعيه اقل سوا من السوا اللي انت هتحشي فيه. يعني يا مني لو انا عايزه اخزن الكرنب عشان رمضان يبقى هتحطي في الميه مع الملح والكمون نص معلقه سكر وهتطلعيه 3/4 سوا مش 90% سوا. تمام. وتقطعيه زي ما انت شايفه كده قدامك وتحطيه في طبق وتغلفيه كويس وتحطيه في الفريزر. هيقعد معاكي قد ايه؟ 3 شهور. الكرنب حلو قوي اليومين دول في السوق وتخزينه بيبقى سهل جدا. تمام. بدل ما هتعملي كرنبايه واحده قاسي كرنبايتين، فرزي واحده واطبخي واحده. الخضره بقى سبتها تتصفى كويس قوي. قطعت برده بصلتين كبار بنفس التتبيله، النعناع والملح والفلفل والكمون وتوابل المحشي. ونزلت على الخضره قلبتها كويس قوي. انا ما بحبش احط الخضره في الصلصه وهي سخنه عشان ما تغمقش، تبقى كده فريش وريحتها حلوه. هنا بوريكي برده للبنات الصغيرين اللي بيسالوني لازم لفه المحشي تبقى حلوه قوي كده وما يبقاش كبير قوي ولا صغير قوي. بحط الخلطه في النص وبلفه بقفل من الجناب من ناحيتي ومن ناحيتي. دي الطريقه. هنا بنتي اللي ماسكه التليفون بقول لها كده مظبوط ولا مش كده مظبوط. تمام. ظبطي بقى كده ورقك والحاجه كلها قدامك بالظبط. انا خدت ساعه كل حاجه متوضبه جنبي. جبت صينيه حطيت فيها ورق الخضره وورق الكرنب الناعم مش العروق الطحينه، والشوربه فيها بقى نفس التوابل بتاعه المحشي. وبنزل عليها معاها كمان معلقه صلصه عشان يبقى المحشي احمر وحلو كده. وانزل عليها وهي سخنه واكون مولعه الفرن بتاعي. تمام. وانزل كده بمعلقه زيت كده من على الوش. الورقه التاني زياده اللي انا سبتهم بحطهم كده على الوش عشان هلف بورق فويل. ايوه هنلف المحشي بورق فويل وهندخله الفرن. هيطلع معاكي حلو حلاوه وطعمه حلو ومستوي. دي حل مشكله طريقه التسويه. دي حل مشكله الناس بتقولك الحله بتستوي من جنب واللي بجنب لا، من النص بيطلع ني. وانا كنت متبله فرخه وتبلتها معاكم قبل كده بس دي من حوادث الايه التصوير عشان تشوفوا بس ان التصوير مش سهل. بيحصل حوادث كتير في التصوير وكركبه ويعني
خلف الكواليس دي كده في مصايب. بصوا بقى انا بعمل هنا الفرخه فتحت خالص كده والدنيا اتطرطشت وبهدله، فانا دخلتها كده زي ما هي في الفرن. بس بسم الله ما شاء الله طلعت عامله ازاي. اهم حاجه تتبيله الفراخ، وانا عملتها لكم قبل كده في فيديو قبل كده، هتلاقيها موجوده عندي على الصفحه تمام، وهسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في اول تعليق مثبت. وبص الكرنب بسم الله ما شاء الله خد ساعه في الفرن عامل ازاي. انا اديته غلوه على البوتاجاز ربع ساعه، وبعد كده كملت ساعه الا ربع في الفرن. الله اكبر عليه. بصي تحفه. اللي في النص انا هجيب لك دلوقتي من اللي في النص ومن على الجنب، بصي مستويه. وهفتح الرز قدامك مفلفل واحمر وطعمه تحفه. كانت خطيره بصراحه الصينيه بسم الله ما شاء الله. الولاد كلوها وعجبتهم جدا، والطريقه كانت حلوه قوي، والرز مفلفل ومفيش حاجه ايه نيه. بصي زي ما انت شايفه كده قدامك مستوي وطعمه حلو جدا. مش كل الحاجات اللي على النت بتبقى فاشله، بس في حاجات فعلا بتبقى مش صح، يعني الطرق مش صح او المقادير مش صح. ما تنسيش لايك وشير.